إذا السلام عليكم متابعي ومشاهدي جريدة بريس تطوان. اليوم كنتواجد معكم مسجد علي بن أبي طالب بمدينة تطوان. جئنا من أجل الاستماع لآراء ساكنة مسجد علي بن أبي طالب. ومن ناحية الصوت الإمام ديالنا محمد الشلاف، الصوت تبارك الله عليه، معنا ما نقولوا الصوت ديالو مزيون، والقراءة موراه الصلاة موراه مزيانة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملي كنت في هذه الحي هذا في 2018 وانا كنصلي في هذا المسجد هذا، ما شاء الله عندنا الامام ديالنا السي محمد الله يجازيه بخير، اخلاق عاليه، سمت حسن، تربيه عاليه، الله يجازيه بخير، كيصلي بينا، كنخشعوا موراه في الصلاه، الله يجازيه بخير، كيقرا فينا وليداتنا القران، ما شفنا منه الا الخير. نتمنى الله تعالى يزيد يبارك فيه ويرزقه بسطة في العلم والجسم ان شاء الله. من اطيب خلق الله، فهمتي؟ يعني ما شفنا منه غير الخير، الحمد لله. 7 سنين هو معنا، السيد يعني كاري وعنده الاولاد، ولهذا كنطلبوا يعني من المندوبيه يخليونا الامام ديالنا، الحمد لله، فهمتي؟ ويشوفوا يعني ديك الامام اللي نجح يشوفوا له شي مسجد اخر، الله يجازيكم بخير. أنا مساكنة الحي شارع الشرفاء، في كيتواجد مسجد علي بن أبي طالب. كنشاهدوا في حق الإمام ديالنا محمد الشلاف بالاخلاق ديالو العاليه والانضباط ديالو في الاوقات الصلاه، وهذه القراءه ديالو الجيده، حسن الخلق ديالو. كيتمتع بواحد الاخلاق اللي هي طيبه، والسكينه ديال الحي انها كتشهد له بهذا الشيء هذا، لا نساء ولا اطفال ولا مصلين، لا من بعيد ولا من قريب، والاهتمام ديالو والانضباط ديالو والطاقه اللي كيدعيو الانضباط ديالو، لا مع الاطفال ولا المساعده ديالو لحفظه القران للاطفال. هذا كله جعل واحد المحبه ديال السكينه انها ما تستغناش عليه. وما نساوش على انه منذ هذه 8 سنوات كيملا واحد الفراغ. انا واحد من الساكنه هذا الحي هذا، كنشهد بحسن الخلق بهذا الامام هذا وبالقراءه ديالو مزيانه وحسن الخلق، و 8 سنين هو معنا والحمد لله ما كنشوفوا منه غير الخير. وسيد خلوق والله يمرا سلعه، فلذلك يعني كنشوفوا باللي السيد معنا 8 سنين هنا، والسيد كنعرفوا والله يمرا دار، ونتمناو يبقى معنا ان شاء الله. وشكرا. كنشكروا بان الامام هذا ديالنا السي محمد الشلاف بانه كيحفظنا الحي ديالنا، وكيعلمهم القران، وكيعمل كل ما في المجهود ديالو على ان هذا المسجد هذا يكون واحد المسجد باللي راقي ومزيان، ماشي في احسن نطاق في الشارع ديالنا. والحمد لله حنا ما عمرنا تشنا منه شي حاجه هذا العيب، بانه احسن امام عندنا هنايا في الحي ديالنا. المهم هذه شهاده حق على حسب الامام ديالنا محمد الشلاف. صراحه هذا الامام هذا 8 سنين تقريبا هو معنا هنايا، ما شفنا منه غير الخير، كنصليو موراه هذه ملي كنا صغارين. الاخلاق ديالو شي طيبه، والسيد هذه 8 سنين وهو هنا، عنده 2 الوليدات، وكاين المحسنين. دابا المحسنين هما اللي والسيد ماشي نقول لك ما شاء الله كيبغيوه بالنسب الاولاد الدراري، وحنا بدينا كجيران ديالو، ولكن ما شاء الله كنطلبوا الله يكثر مثالو، وكنطلبوا الدعم من عندكم حتى نتوما، واحد الشهاده لله، لان انا قلت قبل من ما تنقطع عمله الى مثاله، لا عمل شي عمل ولا عمل شي حاجه، ما كاين والو في الدنيا. الا عمل بالمده ديالو في المسجد 8 سنين وعنده 2 الوليدات، وكنطلبوا منكم الدعم حتى نتوما، والشهاده لله. السيد اخي كيستحق الدعم، ونطلبوا الله، حنا كنعملوا غير السبب، لان الله سبحانه وتعالى كيقول لك ما يكون كيقول لك ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم، ولا 5 الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه. الانسان يعمل الخير والشيء في غير الخير للجميع. وهذا الوزاره المحليه هنايا في شخص المندوب ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ما حضر حتى بشي توجيه لهذا الفقيه هذا، وهذا ما يمكن نقولوه. ولازم كنظن على انه لا الدوائر اللي هنايا لا المحليه ولا على الصعيد ديال
الشؤون العامه ولا الشؤون الداخليه ديال القسم الشؤون الاداريه، انهم يكونوا على اطلاع بالاخلاق ديالو الطيبه والحميده واللي كتشهدها السكينه، وهذا واقع ما يمكنناش نهربوا من هذا الواقع هذا. وتحيه. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.